السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بصحة وسلامة جميع الناس داخل المغرب وخارج المغرب. بالنسبة اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي معروفة، ولكن الطريقة ديالها ان شاء الله غادي نشاركها معكم لانني جربتها وزوينة بزاف. ان شاء الله نعطيكم بعدا الفوائد ديال هذه الوصفه. اللي عنده الحجر اول حاجه في الكلاوي، ثاني حاجه البروده كما بغات تكون ميكروب، ثالث حاجه العيالات اللي عندهم مثلا بغاو الوليدات عندهم مشكل في الوالده، عندهم مشكل ديال الانجاب. ثالث حاجه وهي يعني رابع حاجه عفوا وهي يعني كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه بزاف الحوايج. لا داعي الناس راه عارفين شنو قصدت. لهذا المهم بالنسبه لهذه الوصفه ان شاء الله غتجربوها، سهله ماهله. عندنا هنايا الصوفه ديال الكبال، يعني ديال الذراء. هذا داك الشعر ديال الذراء ها هو باقي جديد لان وقته هذا. وهنا عندي الزعفران اللي هو زعفران شعره، انا نشاركو معكم نحن. تشوفوا الزعفران شعره كيفاش داير بلاتي نحل القرعه. ها هويا راه شفتوه، يعني الزعفران شعره حقيقي. هو هذا اللي كتلقاو الراس ديال الزعفران من التحت كيكون شويه ابيض، راه اصفر شويه، راه تعرفوه بانه زعفران حر. داك اللي كتلقاوه مصبوغ كله عرفوه بانه راه مصبوغ. هذه نصيحه مني لكم، دائما الا بغيتو تاخذوا الزعفران تشوفوه بحال هكا، هذا راه حقيقي 100%. وبالنسبه للطريقه ديال هاد الوصفه هذه غادي نديروا واحد المقدار نصف الكميه ديال هذا، وغنديروا واحد شويه الزعفران. بالنسبه لي انا درتهم هنايا، هانتوما شوفوا، واخا راه شاركتو معكم حتى درتو تيطيب، قلت بلاتي نشارك مع الحباب ديالي هاد الوصفه الرائعه اللي هي ان شاء الله غتفيد الناس كاملين. هانتوما شفتوا الزعفران طالق، غنخليوه يغلي واحد 10 ديال الدقائق صافي، وغنطفيو عليه ونخليوه تيبرد. نقدروا نضيفوا معاه الحامض والعسل الحر، نقدروا نشربوه هكذا، اختيار. الا نتوما عندكم الحجر في الكلاوي زيدوا عليه الحامض والعسل الحر، الا عندكم البروده خليوه غير هكا غير هكا، لا بالنسبه للرجال ولا بالنسبه للعيالات. هانتوما شوفوا. بالنسبه لي انا شاركت معكم مباشره، بسم الله. الا طرت بالكاس ماشي انا مسؤوله. هانتوما شفتوا ما فيش حبوباتاي، انا بغيت نشارك معكم كل شيء. الا بغيتو توليو تشربوا مع اتاي راه صحي بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه صحيه، وبالنسبه لهذا راه دابا موجود، جمعوه. اللي تياخد واللي تيمشي للسوق راه يقدر يشري واحد الكميه ديال من عند هذوك اللي كيشويو الكبال غير بواحد الثمن اللي هو بسيط. كما درت انا البارح، خديت الكبال وخديت معاه هذا سميتو، قلت له بيع ليا شويه، عطاه ليا، ما بغا كاع يتخلص من عندي الصراحه. ولكن ان شاء الله مره اخرى ثاني غادي نمشي نشري من عنده ونعاود ثاني نطلب له شويه يبيعوا ليا، لان قلت له بيعوا ليا لان الله يحسن العوان دابا راه كلشي غالي. وكنتمنى تعجبكم الوصفه وتبارطاجيو الفيديو باش يعم الفائده على الجميع. وان شاء الله والله حتى مجرب، جربوه ردوا عليا الخبر. والناس اللي كيعرفوني كيعرفوا العشابه اكيد غادي يكونوا عارفين الوصفات ديالي وعارفين الاعشاب ديالي بانهم 100% ناجحين ان شاء الله. درت معكم هذه الوصفه في الليل، شي حوايج مع الكاميرا تيبانوا، المهم ما عليناش. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه وتشجعوني، وان شاء الله. والسلام عليكم، والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. نسيت ما قلت لكمش واحد المعلومه، غادي نخليوه حتى يبرد، ما غاديش نشربوه هكذا سخون. هذه معلومه عافاكم، وانا غير كبيت باش تشوفوا اللون ديالو كيفاش داير، ونخليوه
وما نخويوش هاد الشيء اللي بقى لينا. نقدروا نخويوه في شي اناء اللي قابل ماشي يكون هكا. يعني انا درتو في هذا الالمنيوم راه صعيب شويه، طيبته فيه ولكن غير مع الزربه، وما بغيتش ندير في شي بريق ديال اتاي لانني درتو في هذا. ونتمنى ان شاء الله في هذه الوصفه هذه ما ديروش نتوما في هذا البريق هذا، ديروه في شي بريق اخر ديال لينوكس ولا في كاسرونه ولا في شي حاجه اللي هي تقدروا ديروا حتى في شي كوكوت علاش لا، ولا في شي حاجه كبيره وتكبوه في القرعه وتخليوه لواحد المده اللي تبقاو تشربوا منه حتى مده اسبوع ماشي مشكل. ولكن ملي يبرد دفيوه وخليوه في الثلاجه. السلام عليكم.